فيلم ابو ظريفة وحكاية مطربة من شارع عماد الدين لعالم الشهرة في العراق. فيلم ابو ظريفة فيلم كوميدي استعراضي انتاج افلام الجزائرلي والفيزي اورفانيلي، في تاني انتاج ليهم بعد فيلم بحبح سنة 35. الفيلم سيناريو واخراج وتصوير الفيزي اورفانيلي، وبيعتبر اول اخراج ليه. قصة وحوار فؤاد الجزائرلي، الاغاني امين صدقي، الالحان احمد صبرا. القصة بتدور حوالين راجل غني اسمه فؤاد فهمي عامل حفلة في فيلته، وتحت تأثير الخمرة بيكتب ورقة بيتنازل فيها عن فيلته التانية، وبيربط التنازل في رجل يمامة، وبيقول ان الفيلا هتبقى ملك اللي هيمسك اليمامة. اليمامة بتقع في ايد ام احمد وجوزها ابو ظريفة وبيطالبوا بالفيلا. لما فؤاد بيفوق من السكر بيحاول هو وعشيقته الاجنبية والبشكاتب ان هم يظهروا ان الفيلا مسكونة بالعفاريت. ابو ظريفة وام احمد بيهربوا، فؤاد الراجل الغني بيقابل ظريفة بيحبها، والفيلم بينتهي نهاية سعيدة. الفيلم اتعرض يوم 15 اكتوبر سنة 36 في سينما الكوزموجراف في اسكندرية. في 3 ديسمبر في نفس السنة اتعرض في سينما النهضة في القاهرة 5 حفلات يوميا ايام العيد. حكاية مطربة من شارع عماد الدين لعالم الشهرة في العراق. بدأت راقصة في شارع عماد الدين، ومن عقد عمل شهر في العراق لقت نفسها عاشت هناك وبقت من أشهر مطربات العراق. المطربة نرجس شوقي مش معروفة في مصر، لكن اتشهرت جدا في العراق، والجمهور العراقي حبها واندمجت معاهم وأتقنت لهجتهم الصعبة. نرجس شوقي من أصول شامية، لكنها عاشت طفولتها في مصر من أسرة فقيرة في حي شعبي مشهور بعالم الرقص والطرب، شارع محمد علي. شاء القدر إنها تغني وهي صغيرة في أحد ليالي الطرب. صوتها كان حلو، لقت استحسان الناس لدرجة إن بديعة مصابني طلبتها تشتغل معاها، لكنها اشتغلت مع الراقصة بيبة عز الدين. كان عندها صالة رقص باسمها في شارع عماد الدين. ومن فرقة بيبة نرجس شوقي اتنقلت لفرقة فوزي منيب المسرحية. اتجوزوا فترة قصيرة بعد ما خدها وراحوا الشام، لكن الجوازة فشلت ورجعوا على مصر. في يوم سمعها متعهد حفلات لبناني، اتفق معاها انها تروح تغني في لبنان، راحت هناك واشتهرت. سنة 37 متعهد حفلات عراقي مضى معاها عقد لمدة شهر انها تغني في بغداد، ومن شهر بس رايحاه نرجس عاشت هناك 20 سنة. نجحت نرجس انها تتوافق مع الايقاعات العراقيه وتغني باللهجه العراقي بطريقه احترافيه. سنه 47 استقبلتها الاذاعه العراقيه وساهمت في اتساع شهرتها، وبقت المطربه المفضله في الحفلات الخاصه والعامه، وبقت مشهوره في كل محافظات العراق. خلاص بقت مطربه عراقيه لدرجه ان اللي كان بيكتب لها اغاني واللي بيلحن لها كبار الفنانين في العراق. اتعرفت في بغداد على المطرب محمد عبد المطلب اللي وقتها كان مش معروف، وكان بيشتغل الصبح في قهوة صغيرة في كركوك، وبالليل كان بيغني في نوادي شركة النفط العراقية، وكان بيتردد على المسارح اللي كانت هي بتغني فيها. اعجب بيها، عرض عليها الجواز، وافقت، وطلب منها ترجع معاه مصر ووافقت. عرض عليها تشاركه في انتاج فيلم سينمائي اسمه الصيت ولا الغنى اللي اتعرض سنة 48، وعرض عليها دور البطولة قدامه. المهم اتسرسب منها الفلوس عشان الفيلم، ورهنت فيلتها في مصر وخسرت، والفيلم اتعرض وفشل واتطلقوا. حاولت بعدها تغني في القاهرة لكنها ما كانتش معروفة. قررت سنة 49 ترجع تاني العراق، بدأت من الصفر عشان تقدر تنافس الأسماء الكبيرة اللي ظهرت في العراق، وفعلا قدمت أغاني كتير عراقية فضلت عايشة في ذاكرة العراقيين، وبقى ليها اسم في تاريخ الفن العراقي. عاشت هناك 20 سنة تحت أضواء الشهرة، وفي بداية السبعينات هاجرت بيروت واختفت نرجس شوقي فجأة، الله يرحمها. تابعونا.